خلصت وانتهت واكتملت الصورة، والأهلي ضحك علينا كلنا وقال لك بص العصفورة، وراح خطف الأسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لأورلاندو. أظن كده ملناش حجة يا كابتن لبيب، الجو بقى هادي والسما صافية. نصفي بقى النية ونتواصل مع الراجل ونوافق على كل شروطه، ونحايله ونهننه ونرجعه من تاني، ونجيب له كل طلباته، ونوعده انه مش هيجيب مية معدنية تاني للاعبين في التدريب. اقسم بالله دي فرصة ذهبية بالنسبة لنا، هتعيد الاستقرار الفني للفريق في ثانية، وهترجع الثقة للاعبين، وهتطمن الجماهير على الفريق في الموسم اللي جاي، وهتخليك تكسب ثقة الجماهير من تاني. يا رب بس نتحرك. خليني بقى اقولك ان الاسباني خوسيه ريفيرو 47 سنة درب اندية اورلاندو، وسبق ودرب فريق الشباب في سيلتا فيجو الاسباني. مدرب شاب عنده كورة كويسة كلنا شفناه مع اورلاندو. ربما يكون خوسيه ريفيرو مش المدرب العالمي اللي كان بينتظره جماهير الاهلي، لكنه بروفيسور في تطوير اي فريق بيتولى قيادته الفنية. الاهلي كان بيبحث عن مدير فني يكمل معاه لسنين قدام، واعتقد خوسيه ريفيرو هو اللي هيبني الاهلي عليه المشروع. وما تنساش يا عزيزي ان اندية زمالك واهلي هي اللي بتعمل اسم كبير داخل القارة لمدربين كانوا قبل وجودهم في الجزيرة وميت عقبة مغمورين. جوميز أصبح اسم كبير داخل القارة الأفريقية وداخل آسيا لأسباب تتعلق بقيادته للزمالك. وبالمناسبة أنا أعتقد أن اللي عرقل مفاوضات الأهلي مع جوميز هو إصرار الأهلي على عدم وجود أحمد مجدي، في حين أن جوميز مصر على وجود أحمد مجدي ضمن جهازه. عموما تواصل الأهلي لاتفاق مع خوسيه ريفيرو. أعلن نادي أورلاندو الجنوب أفريقي في بيان رسمي رحيل خوسيه ريفيرو قبل نهاية عقده بختام الموسم الجاري، بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع نادي آخر. والجدير بالذكر ان المدير الفني الاسباني كان خسر نهائي كاس جنوب افريقيا من ايام قصاد كايزر تشيفز، وهيقود غدا اخر مباراة ليه مع اورلاندو. بالمناسبة الاهلي فضل التعاقد مع خوسيه ريفيرو من بين 5 مدربين كانوا على طاولة مجلس ادارة الاهلي فضل التعاقد مع المدير الفني الاسباني في الوقت الحالي عشان يكون حاضر ما تبقى من مباريات الدوري، ويبدأ يحط بصماته وياخد وقته وفترة اطول قبل البطولة المنتظرة، وهي بطولة كاس العالم للأندية. خوسيه ريفيرو هيوصل برفقته 3 مساعدين، مدرب مساعد ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى. وطبعا هنتكلم عن الجهاز ككل في أول فرصة وفي أول حلقة جاية، وهنتناقش كمان حوالين موقف المدرب الأسباني من مباريات الدوري المتبقية للأهلي. وبالمناسبة خوسيه ريفيرو بيلعب 4-2-3-1، وكورته كورة هجومية وممتعة ما تختلفش كتير عن كورة جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي السابق لنادي الزمالك. واعتقد هيكون عنده القدرة يعمل توليفة كويسة ويقدم كورة حلوة تتناسب مع سكواد الاهلي والصفقات الجديدة التقيلة المنضمة حديثا. رأيي الشخصي انه اختيار موفق من الاهلي، ويكفي انه ما تعاقدش مع جوميز وساب لنا فرصة التواصل معاه. عايزة قبل ما اختم اقولك مفاجأة، وهي ان الزمالك كان بيتفاوض مع خوسيه ريفيرو من فترة، وكان قريب جدا من التعاقد مع المدرب الاسباني، لكن ملحوقة ريفيرو من جوميز مش هتفرق كتير. اتمنى مجلس الزمالك يتواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ويديله كل الضمانات اللي تخليه يكون مطمن للعودة مرة تانية لميت عقبة. ورأيي الشخصي يكون التواصل مع مجدي بشكل اكبر. مجدي عنده القدرة انه يأثر على جوميز بالمناسبة. ويا رب سامحني في الدعوة اللي هقولها دي، يا رب يا رب الفتح ما يقعدش في الدوري عشان ما يفعلش عقد جوزيه جوميز تلقائي.